سقطة جديدة وقضية جديدة يتعرض ليها نادي الزمالك. ايه يا عم الالغاز دي وايه الموضوع؟ سقطة جديدة بتعادله مع زد، تعادلوا 1-1 امس مع زد، وسقطة وقضية جديدة. دي السقطة ودي القضية الجديدة، وفي اخر ثانية في كرة اليد الاهلي يغلب الزمالك بالضربة القاضية في اخر ثانية في المباراة، ويفوز على نادي الزمالك بالقضية الجديدة والوكسة الجديدة. تمام؟ اولا جمعة مباركة عليكم جميعا، جمعة مباركة على أمة محمد في كل مكان، رمضان كريم عليكم بإذن الله، ويكون شهر خير وشهر سعادة وشهر فرج على كل الناس، ويا رب بإذن الله ما يحوج أي حد ولا يحوج أي راجل قدام عياله بإذن الله، يكون شهر خير عليكم جميعا. وفضلا وليس أمرا، يعني نفسي كل سنة وانتم طيبين الفيديو ده يعدي ال 100 لايك، نفسي الفيديو ده يعدي ال 100 لايك ان شاء الله وباذن الله، وبجهدكم وبتعبكم، وان شاء الله نعدي ال 100 لايك. كل سنه وانتم طيبين وجمعه طيبه ومباركه عليكم. نخش في موضوعنا ونخش في احداثنا ونخش في اخبارنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناه اكرامي محمود في كل مكان، تحيه طيبه لكم جميعا. يعني الزمالك من وكسه في وكسه وقضيه في يوم واحد، تعادل مع زد 1-1، وقبلها قضية جديدة من النادي الأهلي في كرة اليد وفي الثانية الأخيرة والأهلي يكسب الزمالك بالقضية الجديدة. الزمالك من وكسة لبحضيرة لحكاية لرواية، وياه بيزيتوا بيحبوا الزيطة أوي. طيب نخش في المواضيع بقى ونسيبنا من الوكسة الجديدة والقضية الجديدة والحكايات والروايات، ونروح لعملاق الكرة المصرية، بل الشرق أوسطية، بل الأفريقية. مين؟ الأهلي يا كبير. الأهلي كامل الصفوف لمباراة طلائع الجيش، المباراة الأخيرة في الدور الأول يوم 5 مارس بإذن الله الساعة 9:30، علشان هيبقى في رمضان الساعة 9:30. ركزوا خلاص، مواعيد الساعة 7 دي خلاص، كل المباريات في رمضان بإذن الله هتبقى الساعة 9:30. حلو الكلام؟ الأهلي كامل الصفوف ومفيش إصابات وكله تمام وكله زي الفل، وبإذن الله نختم الدور الأول متصدرين ومتقدمين، وبإذن الله النهارده بيراميدز يتعادل ولا يعمل أي نتيجة أو يخسر حتى يبقى عمل الواجب وزيادة بإذن الله. يعني بإذن الله قدم المشيئة الأول، بإذن الله بيراميدز النهارده يتعادل أو يخسر أي حاجة، المهم ما يكسبش بإذن الله، وقطار بيراميدز اللي ماشي زي الصاروخ يقف يا عم في محطة، يا عم. المهم نكمل أخبار النادي الأهلي. حلو الكلام؟ اللي ما ضربش اللايك يا رجالة يضربه، واللي مش مشترك في القناة يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي من فوق. بشكركم، بطلع من قبلكم وبمجهودكم القناة بتعلى يوم بعد يوم. طيب الأهلي زي ما قلت لحضراتكم كامل الصفوف، مفيش غيابات، مفيش حكايات، مفيش روايات، بل الصحف المغربية تطالب وليد الركراكي بضم أشرف بن شرقي بعد تألقه مع النادي الأهلي. أشرف بن شرقي بيقدم مستوى يعني ولا واحد في سن ال20. بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب. حلو الكلام؟ فالجمهور والصحف المغربية بتطالب وليد الركراكي بضم أشرف بن شرقي للمنتخب المغربي بعد الأداء العالي والأداء المميز اللي أداه في آخر مباراتين ليه مع النادي الأهلي. هو شارك في آخر مباراتين، كل مباراة بهدف، وحاجة روعة الروعة و100 فل و14. حلو الكلام؟ طيب النادي الأهلي داخل في آخر مباراة في الدور الأول، قلت زي ما قلت لحضراتكم مع طلائع الجيش يوم 5 مارس الساعة 9:30، وبعد كده في توقف دولي، وبعد كده هنخش في ايه؟ مباريات اتحاد كأس العاصمة الجديد، اللي كان كأس الرابطة، اللي كان اسمه كأس الرابطة بقى اسمه كأس العاصمة الجديد.
عاملين حكايات وروايات، واللي هيكسب هياخد 10 مليون، واللي هيشارك هياخد 400,000، والتاني هياخد 4 مليون. يعني النوايا تسند الزير، النوايا تسند الزير. مكافآت حلوه. كان الاول اللي بيكسب البطوله دي كأس الرابطه كان بياخد مليون جنيه، كان بياخد مليون جنيه. كل ما هو جديد هتلاقيه مع العبد لله، كل ما هو جديد هتلاقيه مع العبد لله باذن الله. زي ما بتشوف وبعرض لك الاهداف وبعرض لك اهداف الدوري الانجليزي، كل ما هو جديد هتلاقيه مع العبد لله، وكل الاخبار هتلاقيها مع العبد لله. يعني بص، انا بس كل اللي عايزه منك، عايزك تضرب اللايك، واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي. جمعه طيبه مباركه عليكم. علشان ما اطولش على حضراتكم، لايكك وشيرك واشتراكك. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا ليكم.